لو عندك فلاشه زي دي مرميه في المفاتيح او الدرج وبقالها سنين ما بتشتغلش وبتقول لك ديسك بروتكتد او رافضه تتفرمت او تنقل او تاخد من عليها حاجه، الفلاشه دي ما باظتش. النهارده انا جايب لك الطريقه بعد ما الفلاشه دي كان بقالها 3 سنين مرميه في المفاتيح معايا ومش عايزه تشتغل، واول امبارح بس قدرت ان انا فعلا والله اشغلها واشتغلت معايا. عشان كده عملت الفيديو ده عشان اقول لكم ازاي. لو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك واكتب لي في التعليقات تحت الطريقه دي اشتغلت معاك ولا لا، وشير الفيديو ده مع صاحبك علشان اكيد عنده فلاشات مرميه في الدرج كتير. بص، اول حاجه هتعملها علشان البرنامج ده ينزل معاك، هتفتح السيتنج بتاعت الويندوز عندك وهتروح على البرايفسي، تروح على ويندوز سكيورتي، هتخش على الفيروس، هتيجي تقفل هنا البروتكشن بتاعت الويندوز لان هو هيشوف ان البرنامج ده هو فيروس. بس ما تقلقش، مفيش اي ضرر عليك والبرنامج ما فيهوش ولا فيروس ولا حاجه. هتيجي هتخش هنا هتقفل الريل بروتكشن، هتقفل كل الحاجات دي دلوقتي لغايه بس لما ننزل البرنامج هيقعد يحذرك، بس ما تقلقش. هتروح على الموقع اللي هسيب لك الرابط بتاعه تحت في التعليقات، هتنزل منه اخر اصدار، هتدوس هنا هتلاقي البرنامج بيحمل معاك فوق، هتلاقي كروم بيحذرك ان ده فيه فيروس، بس ما تقلقش عادي، دوس داونلود دينجرس فايل او البرنامج معايا نزل وده شكله تمام. هتحط الفلاشه بتاعتك في البي سي وهتدوس على البرنامج هنا، هتدوس على كلمه مور اللي ظهرت هنا وتقول له ران اني واي. هتنزل تحت هنا تعرف اسم الكنترولر فيندور بتاعك والكنترولر بارت نمبر، هما الحاجتين دول اللي انت محتاجهم. هتنسخهم وهتروح على اي نوت وتحطهم عندك هنا. بس البرنامج ده مرحلته انتهت لغايه هنا، واللي احنا هنحتاجه من الكود ده هي اول كلمه دي، الكلمه بعدها جي تي سي. وبعدين خلي بالك لو الكلمه دي عندك جي تي بي فانت هتسيرش بالبرنامج اللي هو جي تي بي، ده نوع الفلاشه بتاعتك. بعد ما نسخنا الحاجات دي هنا هتاخد البارت نمبر وهتروح على الموقع اللي هسيب لك الرابط بتاعه تحت في التعليقات، وهتيجي في السيرش بار هنا وتكتب الكود بتاع الفلاشه بتاعتك. هيجيب لك اول برنامج هنا، هتعمل له داونلود، وادي البرنامج نزل معانا. هنفتح البرنامج وهنفك الضغط بتاعه، وهو شكل البرنامج هيفتح معاك بالشكل ده بالظبط كده. هتروح تفتح الفايل اللي هو الكور ام بي. انت ممكن يكون الفلاشه بتاعتك مش الكور، ممكن تكون فيرست شيب، ممكن يكون ايا كان اسم الفندور بتاعها. هيفتح معاك بالشكل ده، هتلاقيه قاري الفلاشه عندك بالشكل ده كده. كل اللي عليك ان انت هتدوس له ستارت، بس طبعا انا مش هدوس لان الفلاشه دي كانت بايظه وانا بالفعل شغلتها. اول ما تدوس ستارت ممكن يقعد معاك ساعه ونص او يقعد اكتر او اقل من كده على حسب المشاكل اللي موجوده في الفلاشه قد ايه. وصدقني وان شاء الله بنسبه 100% هيحل لك المشكله بتاعتك. عملت الخطوات دي كلها والفلاشه بتاعتك اشتغلت، فدي حاجه حلوه جدا والحمد لله. ويا رب اكون قدرت افيدك. ولو الفلاشه بتاعتك ما اشتغلتش ومش لاقي البارت نمبر بتاعك اكتبوا لي في التعليقات تحت وانا هدور وهجيب لك البرنامج بتاعك وابعته لك في رساله. ما تنساش تدعي لي دعوه حلوه وتشير الفيديو ده مع صاحبك، لان اكيد عنده 3 أو 4 فلاشات مرميين في الدرج زي واحد صاحبي اعرفه كده. وبس كده، وصلي على النبي.